الحمد لله تم اصلاح الكفر ومتجهين الى فين؟ دنجيرة. الى مكان فيها الدنجيرة. لا احد يسوي بحث في جوجل عن الدنجيرة وكذا لين نثبت لكم هل هذا صحيح. ابى اتكلم معاكم الان على قصة الدنجيرة هذه، لان ما شاء الله تبارك الله جتني قصص غريبة الان. من وجهة نظري قصة الدنجيرة هي كالتالي في سناب. الدنجيرة هذه حرمة يقولوا جنية، تخطف الاطفال اللي ما يقعدوا عاقلين او انهم يطلعوا من البيت من غير يقول اهلهم، وهذه قصص كانت تقولها امي وامك وجدتك بس اهالينا نسوا يقولوا لنا بعد ما كبرنا ان هذه قصة خرافية عشان كنا نخوفكم، وكبرنا على الشيء هذا. فللاسف يعني ناس اعرفهم كبار صاروا يخافوا من الشيء هذا اللي اسمه الدنجيرة، وانا متاكد وعندي يقين ان شاء الله ان ما في شيء هذا ابدا. وكل القصص اللي طلعت من الفجعة ومن الخوف اللي فينا نتخيل الشيء هذا، ما اقول انك انت كذاب لا يا بالله، بس من جد مع الخوف تتخيل اي شيء يصير قدامك. وان شاء الله اليوم حنروح مع بعض الى وادي وجبل اللي تسكن فيه الدنجيرة. اصورك؟ طيب خلاص، وحنستكشف مع بعض وباذن الله. والحين ما بصور اي سنابه لين نروح المنطقه هناك عشان اوفر بطاريه. اوكي؟ اشوفكم على خير ان شاء الله. قبل ما اطلع من السناب اقول لكم انا ما اعرف اسمها، الدنجيرة، الدجيرة، النمنم، بقعة، ما اعرف اسمها بالضبط، بس هذه اسماء كثيرة وخرافية كلها. خلاص؟ اللي فهمته ان الوادي هذا او الجبل هذا هو اللي فيه له الدنجيرة او الدجيرة. بعدين يجي ايام ثانية نشوف فيه بقعة ونشوف فيه النمنم ونشوف فيه الاشياء هذه الثانية، بس هذا تذكير بسيط. اللي قاعد اسويه هذا ترى مو بطولة ولا قوة. تدرون قوة عند مين؟ عند رب العالمين، ثم جنودنا حماتنا الى الحد الجنوبي. هذول هم حماتنا من بعد رب العالمين، هم جنودنا البواسل. انتم رمز للشجاعة. والله ماني عارف ايش اعبر لكم، لكن جد جد انتم اهلا. اهم شيء لا نغرز. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. السيارات ما تدخل الا جيوب هنا بسعود. ها؟ لا حتى في بيوت قديمة. حياك الله. يلا روح طوالي. تعرفوا هذا ايش؟ هذا قنفذ. بس خايف مسكين. فك وجهك. بس ما يصير نخليه في السكة، لازم نشيله ونحطه في مكان آمن له عشان السيارات ما تدعسه. يلا يا شباب، بسم الله. يلا بسعود قوم بالواجب. بسم الله. بسم الله وطالعين قمة الجبل. عاد استحمل. ما شاء الله تبارك الله. النظارة يا اخي كيف تستحمل ديرتك كذا ما شاء الله عليك. ها؟ كل يوم تطلع انت هنا؟ الحمد لله. بسم الله. روح. ما شاء الله تبارك الله. اوه انتبه امسك. احنا في منتصف الجبل وشوف المدينة فين. روح يا بسعود روح. توكلنا على الله يلا روح. هذا القمر. روح يا بسعود. يعطيك العافية يا شيخ. اوه على بالك على بالك. انتبه. ما شاء الله تبارك الله. باقي كثير. ما يرعى الديرة. كمان في مويه. ها الأرض ناعمة هنا. سمعين صوت الضفادع؟ الغريب انه في مويه هنا. وهذه الصخرة. لو تتذكروا نفس جبل ابراهيم اللي هو جبل بثرة، راس الجبل في مويه تمشي. شوف المويه اللي فين؟ لين اخر الوادي تحت.
شوف الضفدع هذا محمل ضفدع ثاني. يلا يا شباب انا بمشي. استودعون الله وادعوا لي. ياسر من عند الجبل ها. طيب اطلع لين فوق ها. يلا يلا حبيبي. زي ما انتم شايفين انا في قمة الجبل الان وبمشي. الله الحافظ. اي مكان تبي تدخله مهجور سواء جبل او وادي او بيت لازم تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر. الجبل سبحان الله فيه له صخور كبيرة، يعني الحين انا داعس على صخرة وهذا صخور متساقطة من راس الجبل. بسم الله. شوفوا سبحان الله مليان موية. شوف حتى المنطقة هذه شايفينها ما شاء الله. يعني هل من المعقول بسم الله هوب إن هنا المناظر ذي والدنجيرة تجي هنا يا ناس يا هو. صدقوني إنه هذا الجبل في النهار حيكون منظره خلاب. شوفوا كيف سبحان الله المويه من فين تجي فين تروح لحد آخر الجبل. صراحة ما لوم الناس تقول هنا في دنجيرة لأنه الجبل فعلا مخيف في الليل طبعا، لأنه هنا زي ما انتم شايفين وصلة واحدة كذا الصخرة وتزحلق لين الهاوية. بسوي شيء الآن بس مو من باب الهياط، لا من باب التأكيد لكم إنه ما في أي شيء اسمه دنجيرة. بسم الله يا دنجيرة. إن شاء الله ما يكون في أحد يعني من رعاة الغنم في الجبل ذا ويطلع لي يقول أنا الدنجيرة. يا دنجيرة سامعين الصدى؟ حبايب قلبي تراني مؤمن بوجود الجن لكن ماني مؤمن بالشيء الخرافات اللي نسمعها الدنجيرة ويميم وبقعة، يعني هذه أشياء كانوا يخوفوني وإحنا صغار، وهذا إن شاء الله دليل إنه ما في أي شيء اسمه دنجيرة. يا دنجيرة شايفين؟ بسم الله. هذا شيء طبيعي. سمعتوا العلبة اللي طاحت؟ في أحد هنا؟ ما في أحد. طاحت من هنا العلبة. هذه شجرة صح؟ شجرة. طيب من فين جاء الصوت؟ في شيء هنا شايفينه؟ ايش هذا؟ بسة. فجعتينا يا بسة. فين ان هذه الحاجات طبيعية، يعني العلبة طاحت بسبب البسة، واي حجر يجيك او ايش علبة علبة واي شيء يجيك من حجر ولا شيء اعرف ان هذا. شوف هذه آثار لبيت قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش البيت يا ناس؟ الجبل جدا جميل. ان شاء الله يوم اجي انا وابو سعود والشباب في النهار. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف سبحان الله اشكال الصخور. يعني هذه الصخرة ترى طبيعي وجودها هنا لان جت مع السيل او طاحت من هنا ووقفت كذا. النبتة هذه غريبة ما هي صبار ولا شيء بس شكلها جميل. انتم ملاحظين ان في بيوت قديمة هنا شكلها تاريخية بعدين. اوه هذا بير ولا ايش؟ شوفوا كيف من الداخل، يعني ممكن تكون هذه قرية تاريخية مدفونة هنا. الله أعلم. تعرفوا يا أخوان إن الواحد يخاف في المناطق المهجورة مو من الجن المفترض، لا المفترض يخاف من الناس المتخلفة اللي ساكنة في الجبال متخلفة الهوية أو من الحيوانات. هذا المفترض لأنه إحنا تربينا وإحنا صغار على الخوف من الجن، لأن الواحد المفترض ما يخاف من الشيء ذا. بسم الله. أسمعوا هذا البيت كأني سمعت منه صوت. سبحان الله الصوت من داخل البيت هذا. ها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أكثر الأصوات تيجي في البيوت المهجورة من ناس متخلفة في الإقامة وجالسين جوا ويبوا يخوف الواحد. وش رايكم ندخل نشوف مع بعض؟ أصلا مكان البيت هذا غريب، يعني وسط الجبل. شوفوا في وسط الجبل ما في ولا أحد إلا البيت هذا. شايفين؟ معقولة في الجبل ذا
في له حاجات زي كذا، يعني هذا ايش؟ حفرة مندي؟ مستحيل. وهذا سرير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني زي ما انتم شايفين هذا الباب قديم وقفل جديد، مو من حقي اقول هذا شيء غريب؟ والله شيء غريب. شايفين جوة الغرفة ايش؟ صندوق قديم في صحن. شوفوا الصندوق، شيء قديم قديم. كيف ادخل؟ سمعتوا قبل شوي الصوت، يعني ممكن يكون حيوان. في بيت ثاني، خلونا نروح له. شوفوا كده كثير علي. شايفين ايش هذا؟ شايفينه؟ جمل صح؟ بس يا اخوان هذا لو جمل يتحرك، هذا زي كذا واقف من اول، واقف زي كذا. اروح له ولا كيف؟ الافضل اني ما اروح له. اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبسم الله. خلينا نغير ونروح المكان اللي هنا. قبل شوي شفتوا الجمل اللي كان هنا، جيت بحرك عند البيت المهجور ذا، بس جيت هنا مرة ثانية ماني لاقي أي جمل. زي ما انتم شايفين في أي جمل. شوفوا كمان من بعيد ما في أي شيء، أي جمل ما في. وعلى فكرة ارجعوا شوفوا سنابات من بدري، عشان هنا النت ضعيف جدا، لازم تشوفوها من بداية. سامعين صوت بس؟ لا الجبل ذا غريب. من هنا الصوت. شوفوها هذه هي. يعني الأمور طيبة. الجمال مدري الجمل ماني عارف فين اختفى. سامعين صوت الرعد؟ الله يستر لا يجيني مطر وانا هنا. شوفوا يا اخوان الجن موجودين، لكن اذا انت تحصنت وحصنت نفسك زي الناس وما تخاف، صدقني ما راح تضر. مجرد انت ما تشوف حاجات زي كذا، يعني حاجات طبيعيه زي البسه هذه ولا شيء وتخاف، حيجيك شيء اسمه وسواس، وانت حتتخيل اشياء غريبه وعجيبه. ممكن تتخيل الدنجيره هذه. اسمعوا البيت هذا فيه له صوت. خلونا ندخل مع بعض. بسم الله. خلونا ندخل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في غرفة. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا زي الحيوان لونه أسود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الصراحة سريع سريع. لاحظوا بالله في الفيديو بعدين ارجعوا وشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هنا ذا الشيء، كان هنا. بسم الله الرحمن. الجبل هذا فيه له أشياء غريبة، فيه له صوت حمير أنا سامعها بإذني، والجمل اللي انتم شفتوه. وكمان شوفوا كيف الرعد، خايف لا يجي مطر وتورط أنا هنا. أنا نفسي أدخل الغرفة هذه، بس ما ينفع. لو جاء مطر هنا ما نقدر نمشي بالسيارة أبدا. لك زيارة ثانية. أبعطيكم بعض المعلومات لحد ما أوصل عند السيارة. يا شباب مجرد ما تحصن نفسك خلاص لا تخاف من شيء اسمه جن. إلى متى؟ إحنا تربينا وللأسف جاتنا فوبيا من كثر ما يقولوا لنا أجدادنا أو أهالينا القدامى إنه في هنا جن فيه، وهذا غلط. نصيحة يا أخوان اللي عنده أطفال، يا حبايبي الجن من مخلوقات الله، لكن البسملة لما تكون على لسانك سواء على الأكل أو أنت داخل الحمام أو أنت داخل خلاء، لا زي ما قلت لكم يا شباب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نصيحة لا تخاف يا أخي، لا تخاف، لا تخلي القشعريرة تجيك من الخوف وتتخيل أشياء غريبة. وصلت عند الشباب شايفينهم؟ جاي شايفين المطر في القزاز؟ أوه. جانا مطر يا شباب، عشان كذا سحبت سريع. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو سعود. الله يعافيك، واجبنا حبيبي واجبنا. انتبه بس، لو نطيح من هنا نصير مسحب. يا ليت الكل يرجع يشوف السنابات من بدايتها، لأنها كانت متلخبطة لأنه ما كان في انترنت. ارجعوا الآن شوفوا السنابات من بدايتها، خلاص كذا تحملت كل السنابات. يا سلام لو جاء مطر. قاعد أقول للشخص اللي ودانا الجبل هذا، يقول مستحيل إيش؟ مستحيل ان احد يربي جمال فوق. يقول ما في أحد يربي جمال فوق. يا أخي شيء طبيعي، شفت جمل يا أخي، يمكن شيء طبيعي، يمكن جاء واحد وأنت من زمان ما طلعت الجبل وربى جمل. أنا شايفه بعيني ومصوره والله في السناب. مستحيل. جني لا
ايش ابو سعود؟ يعني ما لقى الجني والدنجير يجي شكل جمل؟ لا صدقون انه طبيعي، بس صح فعلا ما عاد لقيته لكن طبيعي. ممكن مع نور الكشاف راح يا اخي ورا الشجر، راح ورا الوادي اللي هناك، عادي طبيعي. وهذه نظريتي في الموضوع.